خلصت مدرستي وخلصت كمان الجامعة واتخرجت، وكل الناس بتفضل تقولي ها اشتغلتي ولا اتجوزتي. محدش بيسأل السؤال الصح، انتي عاملة ايه فعلا؟ اول فترة بعد التخرج كانت حرفيا اكتر فترة كنت تايهة فيها في حياتي. كنت بحس اني واقفة في نص طريق كبير ومش عارفة اختار اي اتجاه. كل حاجة حواليا بتقولي لازم انجح بسرعة ولازم الاقي نفسي في اول شهرين، بس الحقيقة محدش بيلاقي نفسه بالسرعة دي. حاسة اني دايما تايهة وضغط عليا كبير من كل اللي حواليا، واولهم قرايبي واقرب ما ليا. دايما السؤال هتعملي ايه، وكأنه لازم اتحرك واعمل حاجة دلوقتي. والحقيقة انا مش عارفة انا عايزة اعمل ايه، ولا مكتشفة انا عايزة اصلا اكمل كاريري في ايه. ضغط وتوهان وتعب نفسي. بجد حاسة اني قربت ادخل في مود اكتئاب من كتر الضغط والتوهان اللي انا حاسة بيه دلوقتي. في ايه؟ كنت بجد حاسة اني محتاجة حد يقولي ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي وسط كل الضغط ده، مش يضغط عليا اكتر. علشان كده انا قررت اعملك الفيديو ده واقولك كل اللي كان نفسي حد يقولهولي وينصحني بيه في الفترة دي، واعرفك ازاي تلاقي نفسك، وهقولك تجربتي بالظبط انا عملت ايه وازاي عرفت الاقي نفسي والاقي الحاجة اللي انا شاطرة فيها واكمل فيها. فيلا برينج البست درينك، احلى مشروب على قلبك، واقعدي كده واسمعي. بدأت أفهم إن التوهان جزء طبيعي جدا من الرحلة، مش علامة فشل ولا حاجة. كل مرة أنا اشتغلت فيها حاجة أنا مش عاوزاها ومش حباها كانت خطوة بتقربني أكتر إن أنا أعرف إيه الحاجة اللي أنا عاوزاها والحاجة اللي أنا حباها. يعني الحاجة اللي أنا مش عاوزاها دي كانت خطوة للحاجة اللي أنا عاوزاها. فاهمين؟ عارفة ان دلوقتي انتوا متخرجين وفي كتير بيمر بنفس الحالة اللي انا مريت بيها بمختلف الاشكال بقى. فقررت ان انا اعمل لكم فيديو اشير كل الاكسبيرينس بتاعتي، المرحلة دي عديتها ازاي لقيت نفسي، ازاي عرفت انا شاطرة في ايه وعملت ايه بالظبط. هقول لكم حاجات انا كان نفسي اسمعها من حد لانها كانت هتأثر عليا طريق طويل، ولكن يلا مش مشكلة. اسم الشانل بتاعتي It's Berry X، يعني بير اكسبيرينس، بشارك معاكم كل الاكسبيرينس بتاعتي في اي حاجة انا مريت بيها. فلو مهتمة بالكونتنت ده ما تنسيش تبقي واحدة من البيستس انك تعملي سبسكرايب او اشتراك للقناة ولايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. ويلكم بستاتي، اهلا بيكم في قعدة بستين كل اتنين. بسم الله نبدأ. اول حاجة طبعا لما اتخرجت انا كنت متحمسة جدا ان انا اشتغل، عايزة اشتغل بأي طريقة. فمش فاهمة، يعني بجد انا متخرجه، انا مش حابه المجال ان انا اشتغل في مجال الكليه. انا متخرجه من اداب تركي، فالمفروض ان انا اشتغل مترجمه. مش حابه ده. في صحابي اللي راحوا خدوا كورسات وطوروا التركي بتاعهم وكده، وحاجات من دي. فانا مش حابه اشتغل مترجمه، فما طورتش نفسي في اي حاجه تخص الكليه. عايزه انزل اشتغل واشوف سوق العمل بيقول ايه. نزلت اشتغلت. والله العظيم اول شغلانه اشتغلتها بعد التخرج، انا ما كنتش فاهمه اسمها يعني ايه اصلا، يعني بنعمل ايه. فقلت ايه يلا نشوف. طبعا كان في تدريب وكده، فاتدربت. الشغلانه دي كانت ايه؟ كانت سيلز. واحده واحده اكتشفت ان انا شاطره جدا فيها. حققت التارجت، كسرت التارجت من اول 10 ايام. فكانوا منبهرين طبعا بيا. بس انا يعني ده اللي ساعدني في الموضوع، انهم ادوني حاجات كتير قبلها، يعني اهلوني. يعني اول كوميونيكيشنز سكيلز اكتر، وقعدوا يدونا تدريبات فرقت معايا يعني كتير. والحاجات دي انت عادي جدا ممكن تلاقيها على اليوتيوب عادي، ان انت ازاي تقوي مهارة الاقناع عندك، ازاي تقوي الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي تفهمي الناس. الحاجات دي كلها تقدري ان انت تطوريها من هنا على اليوتيوب، لانها تفرق معاكي في كل شغل حرفيا. المهم اشتغلت سيلز 5 6 شهور. لا، من رابع شهر والله لقيت نفسي ان انا مخنوقة ومش قادرة. مش طايقه الشغلانه، بس انا شاطره فيها. بس ايه، انا في دماغي واحده واحده كنت بقعد افكر ازاي ان انا اجيب العميل. دماغي كانت بتفكر كده، طب ازاي اعمل له الكونتنت، معرفش ايه. كنت بحب السوشيال ميديا قوي. فمن هنا بدات اكتشف، هقول لكم الموضوع
اكتشفته ازاي؟ قعدت اسال مين اللي بيجيب، مين اللي بيعمل كونتنت، مين اللي بيعمل، مين اللي بينزل، مين اللي ماسك البيدجات. قالوا لي ده تيم اسمه الماركتينج. ما انا بقول لكم ميح، انا مش فاهمه اصلا يعني ايه ماركتينج، يعني ايه سيلز، ما كنتش فاهمه حاجه. واحده واحده انا حطيت رجلي في سوق العمل وبدات ان انا انزل واشوف. طيب المهم، وعايزه اقول لكم ما تبصوش على مرتب. اول حاجه، اول حاجه بصوا ان انتوا تفهموا الدنيا وتفهموا اصلا انتوا عاوزين ايه وشاطرين في ايه. بدات ان انا افهم ده ماركتنج، يبقى هو الماركتنج ده. وكمان انا كنت بعمل فيديوز كتير للاونر، الاونر بتاع المكان اللي انا كنت بشتغل فيه، كنت ببعتها له، فكان بتعجبه جدا وكان بيقول لي انتي على فكره هتبقي شاطره جدا في الماركتنج. فمن هنا بدات الفكره تكبر في دماغي ان انا شاطره وحابه حته الماركتنج قوي. وعايزه اقول لكم باي ذا واي ان اصلا الماركتير لازم يبقى عنده حته السيلز دي. فانا اوريدي شاطره في السيلز بس مش حابه اشتغل كسيلز، حابه اشتغل كماركتير. ايه اللي خلاني الحته دي، ايه خلاني اعرف اكتشف نفسي؟ اول حاجه ان انا ما قعدتش اقول لا انا عايزه المرتب يبقى الفلاني الفلاني والا مش هنزل شغل. ما قعدتش قاعده في بيتي مستنيه الشغلانه تجيلي. ما قعدتش اقول انا مش عارفه انا عايزه اشتغلي فقعدت في البيت وما عملتش حاجه. لا، انا عملت السي في، دورت على النت ازاي اعمل السي في بتاعي وعملت سي في كويس قوي، وقعدت اقدم على الشغلانات، واتقبلت في حاجه انا ما كنتش عارفه اسمها وما كنتش فاهمه اصلا هي بتعمل ايه. رحت واتدربت واتعلمت وبدات اطور في مهاراتي اكتر، واكتشفت ان انا شاطره في حاجات كتير. فاللي خلاني اعرف اكتشف نفسي، الله اكبر الله اعظم، السعي، الحفرقه. انزلي وتحركي وشوفي انت شاطره في ايه. ما تقعدش قاعد مستني الفرصه تجيلك. انت اجهز وروح للفرصه. ما تقولش انا تايه ومش عارف ايه فانا مش هتحرك خالص. لا، تايه انزل طبش في اي حاجه بجد. عارف لما الطفل يقعد يعمل كده في الميه، هو مش عارف هو رايح فين ولا بيعمل ايه، اقعد اعمل كده لغايه ما تعرف القوه بتاعتك فين، تعرف نقطه القوه بتاعتك فين، تعرف انت شاطر في ايه، حابب في ايه. فمن هنا اكتشفت ان انا شاطره في الماركتينج. قعدت بقى اقول لهم ان انا عايزه اروح الماركتينج، وبجد انا يعني الحمد لله كنت شاطره جدا. كنت بقى فهم ما كانوش عايزين يفرطوا فيا لما قلت لهم ان انا عايزه امشي من السيلز خلاص، فقالوا لي خلاص اوكي تروحي الماركتينج. قلت لهم ماشي اروح الماركتينج. فرحت، وهو ده اللي انا كنت عايزاه اصلا. فرحت قسم الماركتينج، وقعدت فيه، اشتغلت اول حاجه كمودريشن. وانا المودريشن ده بقى ايه؟ كنت برد على العملاء. كنت ماسكه صفحات السوشيال ميديا، بنقبل بنرفض بنشوف لو في حاجه غلط بنشيلها، لو في ما فاهمين، بدير الصفحه. والجروبات كمان كنا بننزل كونتنت على الجروبس وكنا بناخد مشاكل العملاء وبنعملها في شيت اكسل. فكل ده اول مهارات عندي. وعايزه اقول لكم في ايام الجامعه انا كنت باخد كورسات اللي انا عارفاها حاجات اساسيه بتبقى معروفه في كل حاجه. ايه الحاجات الاساسيه اللي هتحتاجيها لو هتشتغلي اي حاجه؟ المايكروسوفت اكسل والانجليش. تشتغلي على الانجليش كويس قوي وتشتغلي على المايكروسوفت مايكروسوفت عامه، اكسل والوورد والباوربوينت. فالحاجات دي فعلا كنا بنستخدمها واحنا بنجمع شكاوي العملاء وهكذا. بعدها يا ستي، بعد ما اكتشفت ان انا شاطره في مجال الماركتنج والكلام ده، خلاص لقيت نفسي من المكان ده انا خدت الاكسبيرينس كلها وفهمت الدنيا اكتر. حطيت في دماغي بقى ساعتها، وعايزه اقول لكم والله بجد كنت باخد مرتب. انا مش هو مش يعتبر مش مرتب. انا ما كنتش بعرف اشتري اي حاجه انا محتاجاها، يا دوب اللي رايح على قد اللي جاي قوي قوي قوي. ما كنتش اعرف اشتري السكين كير اللي انا عاوزاه، ولا مع الحاجات كبنات احنا عاوزاها ما كنتش بعرف اشتريها، صعب قوي. كنت بقعد احوش كتير قوي عشان اجيب حاجه واحده. بس كنت بحوش وادخل جمعيات لغايه ما عرفت اجيب حاجات كتير. يعني شايفين المايك ده، شايفين الاضاءات، شايفين دي النيون دي، بجد حاجات كتير قوي انا جبتها من خلال شغلي. كنت بعمل ايه؟ كنت بحوش، كنت بحرم نفسي من حاجات كتير بصراحة. كنت بحرم نفسي من خروجات، يعني مش كنت بحرم نفسي قوي، بس اللي هو بمشي بالمعقول قوي 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 قوي. يعني فين وفين لما اخرج، بدل ما اخرج 6000 مرة في الشهر، انا بخرج مثلا مرة كل 3 شهور. او لو متضايقة وعايزة اتمشى باقل التكاليف، اروح اشرب لي مثلا عصير اي حاجة
اي حاجه بس تبقى بسيطه وفي نفس الوقت تبسطني، فاهمين؟ ما ادخلش بقى حاجه وتضيع فلوسي كلها، لا. خلي بالكم برضو من حته ان انتوا اسمها ايه، تديري الفاينانس، تديري فلوسك صح وتعرفي تحوشي وتعملي حاجه. المهم بدات ادور لما لقيت نفسي خلاص انا شربت كل الاكسبيرينس، بدات ادور على شغل تاني علشان كمان احوش. وحطيت في دماغي ان انا خلاص انا شاطره في الماركتينج، يلا بينا اخد دبلومه ماركتينج. لكم في نقله جايه هقول لكم عليها. انا دلوقتي بقالي 3 سنين بشتغل، تمام؟ المهم دي كانت الموضوع اللي انا حكيته لكم الاول ده كان اول سنه. نيجي بقى لتاني سنه. انا لما لقيت نفسي خلاص كمودريشن ما بستفادش حاجه، والمرتب يعني خلاص انا خدت الاستفاده واتعلمت كل حاجه، مفيش حاجه جديده اقصد، فاهميني؟ لكن طبعا استفدت، اي شغل هتروح هتستفاد منه. فاول سنه دي انا بجد كنت مركزه مع نفسي قوي، وبدات اكتشف انا شاطره في ايه. فلما اكتشفت وخلاص لقيت نفسي زي ما قلت لكم ما فيش حاجه جديده بتضاف لي، فقررت ان انا ادور على جاب اوفر احلى بمرتب اعلى شويه. وفعلا دورت لغايه ما لقيت، وبعد ما لقيت رحت مقدمه استقالتي، فاهمين؟ يعني ما ينفعش نقدم استقالتنا الاول، لا. جبت الجوب اوفر وقدمت استقالتي ورحت على الجوب التانية. اتعلمت برضو فيها حاجات كتير، قعدت فيها سنتين اتعلمت حاجات كتير، اكتشفت مهارات جديدة عندي. يعني طورت مهاراتي اكتر في الاكسل والحاجات دي كلها. اول سنة دي كانت اكتشاف بالنسبة لي. بعد ما اكتشفت نفسي الوظيفة التانية اللي هي مرتبة اعلى بدأت احوش فلوس منها، ورحت خدت الماركتينج دبلومة وطورت نفسي فيها وبدأت أشتغل إعلانات وهكذا. بس هو ده الموضوع وهي دي القصة. فالفكرة إن أنت أول حاجة ما تقعدش، انزل وشوف أنت شاطر في إيه. التوهان اللي أنت فيه ده عادي، ده جزء من الرحلة. طب علشان يخلص هتعمل إيه؟ هتقعد مستني الفرج؟ لا، تنزل تتحرك وتسعى وهتلاقي ربنا بيوفقك. هتركز، تاني حاجة هتركزي وهتركز مع نفسك قوي عشان تفهم أنت شاطر في إيه. تسمع من الناس. أنا كنت بحب يا جماعة حاجة مهمة، كنت بحب قوي اسمع للمديرين بيقولوا ايه عليا. بقول لهم ايه مثلا، ايه نقطه القوه اللي انت شايفاها فيا، انت شايفاني شاطره في ايه، شايفه ايه نقطه الضعف عندي عشان اقويها. بحب قوي اخد راي الناس، اشوفهم شايفيني ازاي. في حاجات على فكره ممكن يكونوا شايفين حاجه انت مش شايفاها، فاهمه؟ فده هيضيف لك لما تسمعي. مش اي حد، مش طبعا مش اي كلمه تسمعيها تصدقيها، لان في ناس بتديكي حاجات سلبيه. لا، انت برضو خليكي عندك عقل، اسمعي وحللي الموضوع، شوفي الموضوع ده صح ولا لا. لو لقيتي صح في نفسك keep it going وطوري في نفسك. لو لقيتي حد بينتقدك فكري برضو ممكن تبقي انت غلط، وهكذا. يعني انا قصدي ان مش اي حد يقولك حاجه تصدقيها، لا، فلتري الكلام، شغلي ده. فانا الفيدباكس كنت بحب اسمع قوي واشوف ايه نقط القوه اللي عندي ونقط الضعف، واخد الفيدباكس دي طورت فيا وخلتني برضو اكتشف نفسي بسرعه. زي ما بقول لكم ان مديرتي كانت بتقول لي انت شاطره جدا في كذا وكذا وكذا وكذا، انت تعاملك حلو مع الناس، الناس بتحبك. الاونر نفسه قال لي انت تبقى شاطره جدا في قسم الماركتنج. فهو شاف انا هبقى شاطره في ايه، وانا مشيت ورا ده واكتشفت ده وطورت ده، وفعلا ده اللي حصل. فانا اكتشفت نفسي ازاي السعي، وان انا اسمع واشوف راي الناس، مش اي ناس طبعا، راي الاونر او المديرين اللي انا بشتغل معاهم ايه. بجد كنت بحب اقعد قوي اقول له ايه شايف ايه كويس، شايفه ايه كويس فيا، شايفه ايه نقطه القوه اللي عندي، وهكذا. تالت حاجه يا جماعه، الحاجات اللي خلتني برضو اعرف اكتشف نفسي، ان انا كنت بشتغل. ما كنتش باخد فلوس كويسه بس كنت بشتغل. ما انا لما كنتش طلعت احسن ما عندي والاونر شاف ده، ما كنتش هعرف نفسي ان انا شاطره في الحته دي. فما تقولش انا هشتغل على قد فلوسهم، لا، هات احسن ما عندك، عشان كل ما بتحسن الشغل هتلاقي ربنا بيكرمك وبيفتح لك ابواب، وتلاقي انت نفسك بتفهم نفسك اكتر وبتكتشف حاجات انت شاطر فيها اكتر، فاهميني؟ فكل ده بيصب عندك انت،
كل ده بيصب في مصلحتك. بس هو ده كان الفيديو. اتمنى بجد بجد ان انتوا تكونوا استفدتوا، وركزوا مع نفسكم قوي، وقولوا لي في الكومنتس يعني انتوا واصلين لحد فين، اشتغلتوا ايه، هل لقيت الشغل اللي انت بتحبيه وانت كمان لقيت الشغل اللي انت بتحبه ولا لا. قولوا لي التجربه بتاعتكم كانت عامله ازاي علشان نفيد بعض، لان انا اكس ان احنا بنشارك الاكسبيرينس مع بعض. احنا كلنا في العشرينات تقريبا، او طالعين العشرينات، وبنحاول ان احنا نفيد بعض. فخلوا الكلام ده الكومنتات تتكسر، كسروا الكومنتس عندكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استفدت حتى بكلمه واحده، لان ده بيفيدني جدا وانا بقرا كل كومنتاتكم. واعملي سبسكرايب عشان تبقي واحده من البستات، وتشوفوني ان شاء الله كل اتنين نتقابل على خير باذن الله. ومن هنا للفيديو الجاي اسيبكم في امان الله. باي باي، احلى بيستس في الدنيا. ان شاء الله ننجح سوا ونكسر الدنيا. باي باي.